مرحبا بكم في نشرة الأخبار. اليوم من مراكش، حيث أثار مقطع فيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لمجموعة من اليهود وهم يؤدون صلاتهم أمام باب دكالة. الفيديو خلق تفاعلا كبيرا بين مؤيد ومعارض وتساؤلات عديدة حول خلفيات هذا التصرف. وفي هذا السياق خرج جاكي كادوش رئيس الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بتوضيح لوسائل الإعلام. كادوش أكد أن الأمر يتعلق بفئة تعرف بالحريديم، وهم زوار قدموا من خارج المغرب، وقد صادف وقت صلاتهم أثناء تواجدهم بالقرب من السور التاريخي. وأوضح أن هؤلاء الأشخاص اضطروا لأداء الصلاة في ذلك المكان بسبب بعدهم عن أماكن تواجدهم، خاصة وأن وقت الصلاة لا يمكن تأجيله. كما قلل المتحدث من حجم الجدل، مؤكدا أن ما حدث لا يستدعي كل هذا النقاش، على حد تعبيره مكاين تا حاجة. بين من يرى الأمر عاديا ومن يعتبره تصرفا غير مألوف، يبقى الموضوع مفتوحا للنقاش. ما رأيكم أنتم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. هذه المدينة الشريفة بناسها، برجالاتها السبعة، بالأحرار ديال هذه المدينة هذه اللي جاهدوا حرروا لنا هذه البلاد هذا وبناو لنا هذا الحائط هذا. اليوم كنشوفوا أن هذا الحائط هذا أصبح مرتاعا للصهاينة.